هلا والله، مرحبا في النقاش العميق بمصادرنا اليوم. أهلا فيك. اليوم غوصتنا بتكون في كتاب صدق يستاهل، اسمه منجم الذهب تحت قدميك. لمحمد عبد الولي القيسي. بالضبط. الكتاب كنا مكتبة كاملة بكتاب واحد، في استراتيجيات وخطط عشان توصل للي تبي وتحقق أحلامك. وايد حلو. بس شوف، المؤلف من البداية حط تنبيه، يقول هالكتاب مو حق أي واحد، حق منو عيل؟ بس حق اللي فعلا صدق يبي يغير حياته، اللي ما راضي بوضعه. يعني حق الجادين بالتغيير. الفكرة الأساسية إن كل واحد فينا داخله كنز، منجم ذهب مثل ما سماه الكاتب، بس ناطر أحد يكتشفه. حلوة الصورة هذه، منجم ذهب داخلي. عاد السؤال، شلون الواحد يوصل حق هالمنجم؟ شلون يطلع هالذهب؟ صحيح. والكتاب أصلا يتعمق بنقاط وايد مهمة تساعد بهالرحلة يعني. مثل شنو؟ مثل شلون تعرف نفسك عدل، شلون تغير عاداتك خصوصا اللي ما تخدمك، لين توصل شلون تحدد أهدافك صح وتخلي أفكارك شي واقعي ملموس. حلو. بس الأهم نفهم إن البداية كلها لازم تكون من داخلنا إحنا، من قناعاتنا، من أفكارنا. المنجم هذا مكانه داخلنا. ومن أحلى الشغلات اللي صراحة لفتت نظري بالكتاب هي فكرة ابدأ، لا تنطر تصير فنان عشان تبدي. هذه قوية. لا، ابدي عشان تصير فنان. وهذا يربطنا بنقطة ثانية هم عجبتني وايد، النجاح للأعمل وليس للأعلم. هذه نقطة جوهرية. يعني شكثر عندك معلومات، شكثر قاري كتب، ما يفيد إذا ما قمت وسويت شيء. السالفة سلفة فعل، مو بس علم. بالضبط. وهذه النقطة اللي توقف وايد ناس، التردد والتسويف. نعيش على أمل باكر نسوي، اي والله، أو ننطر الوقت المناسب اللي يمكن ما يجي أبد. الكتاب يسمي هالحالة جزيرة يوماً ما. اسم معبر صراحة. جزيرة بعيدة ما نوصلها، فش اسمك سرها الجمود، هالتردد والبدء فوراً حتى لو بخطوة بسيطة جداً، هو الشرارة الأولى. صح، بس ابدأ. لأن هالفعل البسيط يكسر حاجز الخوف ويولد دافع للاستمرار. العمل نفسه يفتح لك بيبان ما كانت تشوفها وانت قاعد. وشوف شلون الأفكار تترابط. هذا يودينا حق محور ثاني بعد مهم بالكتاب، قوة الأفكار نفسها. الأفكار. مقولات مثل أفكارك ترسم حياتك، أو حتى فكرة إن الفقر حالة ذهنية مو بس نقص فلوس، لهالدرجة كلامنا مع نفسنا، حوارنا الداخلي له تأثيره جبار ومباشر. الكتاب يشبه العقل بالخادم المطيع. خادم مطيع شلون يعني اللي تزرعه فيه من أفكار، من معتقدات سواء زينة أو شينة، هو بنفذها لك وبيخليه واقعك. يا ساتر.